السلام عليكم متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا رسميا مصادر قطرية كتأكد بأن هناك فضيحة من العيار الثقيل داخل أروقة النظام الجزائري الفاسد من بعد التأخر الكبير ديال الجزائر في الجواب على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص المشاركة والسفر المباشر ديال العناصر الوطنية إلى مدينة قسنطينة في الجزائر. وفي تفاصيل الخبر كشفت مجموعة من المصادر القطرية الموثوقة صباح اليوم بأنه رغم انقضاء مهلة 24 ساعة اللي حددها وزير الرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقة للرد على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بترخيص لطائرة الخطوط الجوية الملكية المغربية بالتوجه إلى مدينة قسنطينة في رحلة مباشرة من العاصمة المغربية الرباط، إلا أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بالإضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما توصلوا نهائيا بأي جواب من طرف الجانب الجزائري إلى حدود الآن. هذا وكشفت المصادر القطرية في هذا السياق بأنه رغم التأكيد الأول من طرف سبقاق خلال الأسبوع الماضي بأن الاتحاد الافريقي الكاف غادي توصل بالجواب النهائي خلال 24 ساعة فقط على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص السفر المباشر من العاصمة المغربية الرباط إلى الجزائر في رحلة جوية مباشرة للمشاركة في نهائيات كأس افريقيا للاعبين المحليين، إلا أنه ما قدروش أنهم يجاوبوا المملكة المغربية إلى حدود الآن. هذا أضاف المصادر القطرية بأن المسؤولين الجزائريين المسؤولين على مستوى قطاع الرياضة في الجزائر وجدوا أنفسهم في وضعية حرجة وصعبة بزاف، لا سيما أن تهديد الجامعة الملكية المغربية بانسحاب المنتخب المغربي كي تعتبر بمثابة امتحان حقيقي بخصوص قدرة الجزائر على تنظيم نهائيات كأس افريقيا للعام 2025. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، كنتمنى انكم تشاركونا آراءكم في التعليقات، والسلام عليكم إلى فيديو جديد.